لا يفتى ومالك في المدينة، وتقال عند الحكم النهائي والذي ليس بعده فتوى، وذلك لحكمة الإمام مالك. ولهذه المقولة قصة، وهي إنه كان هناك امرأة في المدينة المنورة توفيت، وجاءوا أهلها بإحدى المغسلات لكي تغسلها علشان تدفن. وعندما بدأت المغسلة بغسل الجسد وصب الماء عليه، أخذت تذكر الميتة بالسوء وتصف المرأة المتوفاة بأنها امرأة زانية. ففجأة التصقت يدها في جسد المتوفية، وأصبحت لا تستطيع أبدا أن تحركها مهما حاولت، فأغلقت الباب عليها حتى لا يراها أهل المتوفية. وكلما ذهبوا إليها أهل المتوفية لكي يسألوها هل انتهيتي من الغسل، فتخبرهم أنها لم تنتهي، وهي في نفس الوقت تحاول أن تبعد يدها عن جسد المتوفية ولا تستطيع. فبعد مرور بعض الوقت دخلت إليها إحدى النساء، وعندما رأت حال يدها ذهبت مباشرة إلى علماء الدين في المدينة ليجدوا لها حلا. واختلف العلماء، فمنهم من رأى بأن تقطع يد المغسلة حتى يستطيعوا دفن المتوفية، لأن ذلك أمر واجب ولا يستطيعون أن لا يدفنوها. ومنهم من رأى بأن يقطع جزء من جسد المتوفية لتحرير يد المغسلة، بحجة أن الحي أهم من الجسد المتوفي. وهنا حصلت الحيرة، فتم الاستعانة بالإمام مالك، والذي أسرع بالذهاب إليهم، وقام بسؤال المغسلة من خارج الغرفة: ما الذي قلتيه للسيدة المتوفية؟ فقالت المغسلة إنها ذكرت المتوفية وقالت لها أنها زانية. فأمر الإمام مالك أن تدخل إلى المغسلة بعض النساء وتقوم بجلدها 80 جلدة، وذلك حسب قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وبالفعل دخلت النساء إلى المغسلة وقاموا بجلدها، وبانتهاء الجلدة الأخيرة تحررت يد المغسلة عن جسد المتوفية، وكأنها كانت تطالب بالحد من قذف المحصنات. ومن بعد هذه الحادثة قيلت عبارة: لا يفتى ومالك في المدينة.